يعني عندك كده شكل الشات من برا زي ما انت شايف، حاجة عظمة. نسخة طرش اهي. لو جينا على 3 نقط وجينا عند الإضافات، عندك قسم زر وفيروس، عندك قسم عدم التهنيج، كل زر عدم التهنيج، عندك زر إضافية نجم، شوف ده كله، كل دي زر اهي مميزات. وعندك قسم الريكوردات وإفكتات النسخة وإفكتات شكل السير دي، وتأثير لصقة التلج وتنظيف الداتا والتواصل مع المطور. عندك بقى متجر السمات، وعندك أشكال الوجعية زي ما انت شايف. لو جينا هنا عندك إضافات الوجع، وعندك كذا حاجة وكود حظر وفك حظر. عندك النسخة زي ما انت شايف بالشكل الرايق ده. لو دخلنا على أي شات هتلاقي النسخة رايقة كده من جوه، غير الإضافات اللي جوه زي ما انت شايف. بقى فيروسات، يعني زي ما انت شايف كده القسم ده وراه، شايف الفيروسات بترمي طلقة اهي واصلة معاك. القسم التاني طلقة اهي زي ما انت شايف، نسخة متهنكش من أي حاجة. تابع الفيديو عشان تعرف الباسورد وعشان تعرف بقية ميزات النسخة. يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندنا نسخة واتساب، نسخة واتساب المشاغب، النسخة دي عظمة دمار يعني. أول حاجة كده قلب أخوك، عندنا نسخة ظهر معانا بالشكل ده. أول حاجة عايزين نلغي نسخة التلج، هندوس على 3 نقط المشاغب، بعد كده هندوس على إضافات، هنيجي عند تأثير تساقط التلج، بعد كده هنلغي تساقط التلج برا وجوه، وكده يكون تساقط التلج اتلغى معانا. ده أول حاجة. طيب عندنا تاني حاجة ده شكل الشتات، عايزين نغير في شكل الشتات ده هنعمل ايه؟ هندوس على 3 نقط، هندوس بعد كده على المشاغب، هندوس بعد كده على الشاشة الرئيسية، بعد كده على شكل الواجهة النجومية. عندك الأول الشكل الأول، الشكل التاني لحد الشكل الرابع، وعندك أشكال تاني من الشكل الأول لحد الشكل العاشر. هتختار الأشكال اللي انت عايزها. تمام، ده كده أول حاجة برضه. طيب بعد كده عندنا شكل الشات من جوه، مبيهنكش من أي فيروسات زي ما انت شايف كده. عندنا فيروسات اهي. عندك هنا القسم ده عندك 4 أقسام فيروسات اهي زي ما انت شايف. عندك التذكر برضو شغال بيبعت زي ما انت شايف كده، وعندك هنا ده اختصارات للشاشة من جوه واصلة معاك. طيب ده عندك هنا شكل الشاشة زي ما قلت لك، وعندك هنا شكل الريموت، وعندك هنا شكل الكولات، وعندك هنا شكل الستوري. تمام. طيب لو جينا دوسنا على لو جينا عندنا هنا ال3 نقط، عندنا هنا قصدي ممكن تضيف أكتر من حساب، وضع الطيران، اللايت والدارك والبحث. عندنا علامة التاج دي المميزات بتاع النسخة، بس بشكل ايه مختلف شوية. فاحنا لو عملنا كده تمام، وجينا رحنا مشغلين مثلا دي، هتلاقي الشاشة اتكسرت وصل معاك. او جينا شغلنا دي، هتلاقي اتنقط ايه ريش وكده مع شغل عبط كده، ملناش دعوة بيه. عامة هنلاقي ده كده كله تمام. عندنا بعد كده قلب اخوك ال3 نقط المشغل. لا، قبل ما نخش على المشغل عندنا اول حاجة ايه؟ زيرو فيروس. عندنا جدول رسايل، رد تلقائي، راستر واتساب، كلم نمبر مش مسيف، رسالة جماعية، اعمل روم، اعمل بي سي، افتح ويب، الرسالة المميزة بنجمة، الاعدادات. عندك في الاعدادات عندك الحساب تمام، وعندك الخصوصية، وعندك الافاتار، عايز تعمل افاتار، وعندك الشتات، وعندك الاشعارات والتخزين والبيانات ولغة النسخة والمساعدة اللي هي بتاع الابوت، يعني الابوت هو النسخة مش هيطلب منك تحديث. واصلة معاك؟ جميل. طيب احنا دلوقتي هنبدأ بعد كده ندوس على ال3 نقط. عندك بعد كده زر فيروس، لو دوسنا عليها كده بيدخلك اختصار على المكان ده. واصلة معاك؟ طيب هنشرح المكان ده بعدين. أهم حاجة دلوقتي عندنا نخش على المشاغل. عندنا أول قسم زر فيروس ده فوقك منه هنقوله بعدين. عندك خاصية البلس. عندك أول حاجة قلب أخوك سجل ريكورد وأنت في مكالمة، يعني لو فعلت ده ممكن تسجل ريكورد وأنت في المكالمة وكده. حرق النسخة ومكالمة، لو فعلت ده ورنيت على أي حد النسخة بتاعتك تتحرق. عرض علامة إعادة التوجيه، دي لو فعلتها يظهر للناس انت عملت إعادة توجيه. اخفاء بقى انك متصل وعرض اكتر من مرة وتعطيل إعادة توجيه، واخفاء شوية الدستور ومنع حذف الدستور ومنع حذف الرسائل، وعرض علامة الزرقاء بعد الرد، وجهة اتصالي، ولو عايز تعمل باسورد للنسخة وكده. عندنا بعد كده متجر السمات، لو عايز تحمل سمات، بس طبعا النت عندنا مشغل داتا، فالنت عنده بطيء زفت، فوقك منها عشان النت اصلا شاحن كارت بالعافية. عندك بعد كده تطبيق سيم، عندك بعد كده حفظ سيم، عندك إسعادة سيم وعدد ضبط وكده.
عندنا بعد كده قلب أخوك النسخة الخطوة والاستعادة، عندك الألوان بتاع النسخة، عندك الستايل والشكل. عندك الستايل والشكل، وعندك إخفاء الوسائط والنسخ الخطوة والاستعادة، العصر رقم ملف بسرعة، والإعدادات. زي ما شايف كل ده. طب الستايل والشكل ده ممكن تحمل هنا ايموجي الايفون لو عايز تحمله. بعد كده قلب أخوك عندنا ايه؟ الشاشة الرئيسية زي ما قلت لك، عندك هنا أشكال الواجهة لو عايز تغيرها. عندك بعد كده أكواد حظر وفك حظر. طيب ازاي؟ عندك أول حاجة أكواد حظر كده، ده كود حظر بيدخلك على الجيميل. تمام. بتحط بقى الرقم بتاعه والحاجات دي كلها، زي ما انت فاهم الحوارات دي كلها. أكواد حظر أيوة، أكواد فك حظر براحتك انت. تمام. وده أكيد قبل إرسال الصورة على الحالة، وإشعارات على المشاهدة والحاجات دي كلها برضو. وعندك البرد العلوي والستوري والحاجات دي كلها. طيب عندنا شاشة المحادثة، عندنا البر العلوي فوق منه الحاجات دي كلها عارفينها. عندنا إخفاء أيقونة التذكر، مؤشر مدير المجموعة، تأكيد برسال الملصقات، وإخفاء التاريخ والاسم عند نسخ الرسالة والحاجات دي يعني أصلا عارف. عندك بقى الويدجت فهم، عندك البحث عن التحديثات، وعندك أبوط النسخة زي ما انت شايف. جميل. طيب دلوقتي احنا مثلا طب أول رقم في الباسورد الأول، لا أقولك على أول رقمين. أول رقمين يا باشا هيكونوا 99. تمام، 99 بس. تعال بقى بات الفلاش تعرف بيها الأرقام. تمام. لو جينا احنا بقى تاني يا باشا عند مثلا ايه، ده علامة الزائد دي، وجينا طلعنا هتلاقي عندك الشرح ده. طيب نفك كده من ده كله بقى، تعالى نشرح باقي الحاجات. عندك أول حاجة برضو هنا دي، بس اللي بتحتاج نت، مش عارف بتاع ايه والله مش فاكر. المهم بعد كده عندنا 3 نقط. عندنا بقى زرار الفيروس. عندنا أول حاجة في زرار الفيروس، عندك زر عدم التهنيج. عندك أول حاجة في زر عدم التهنيج إزالة اللج من الواجهة، وعشان ما تهنكش من فيروسات، وما تهنكش من فيروس الانمي، وما تهنكش من اللوكيشن، وما تهنكش من المستندات، وما تهنكش من الكتالوج، وما تهنكش من الكونكت، وما تهنكش من اللينكات، وما تهنكش من الميديا، وما تهنكش من المنشن، وما تهنكش من الفيروس طول، وما تهنكش من الويب، وما تهنكش من اللي هو فيروس القفشات والجو، وما تهنكش من اي كراش في الواجهة، وما تهنكش من فيروس الدود البوت قصدي، والبوتو والبوت والبوت وفيروس قطع النت. واصلة معاك كل ده عدم تهنيج. عندك بقى زراير ايه، الزراير يعني الإضافية يعني وكده. عندك التحديث التلقائي دي لو فعلتها بيحدث تلقائي. عندك إرسال صورة بجودة عالية. عندك إخفاء ريبلي. عندك عكس الرسايل دي لو فعلتها بيعكس رسايل. عندك صف أي روم أول ما تخرج أول عندك صف أول روم عندك صف أي روم عندك صف أي عندك صف أي روم أول ما تخرج حد. يعني ده لو خرجت حد من الروم كلها هتصفى. تحديد كلمة من جملة. تمام. إعادة توجيه تلقائي. أدمن فيك نزل كل الأدمن بتكة. يعني دي أصل لو أنت أدمن ونزلت ده أدمن لو فعلتها تقدر تنزل كل الناس اللي في الأدمن مرة واحدة. أصل معاك توثيق رقمك. عدم استلام صورة لو فعلتها في استلام رسالة غير لو أنت أونلاين يعني. عندك بعد كده تفكيك الريكوردات. عندك شكل تفكيك الريكوردات زي ما انت شايف، وعندك افكتات تحريك الواجهة، وعندك تأثير سقوط التلج زي ما انت شايف كده، وعندك تنظيف النسخة لو عايز تنظف اندرويد 10 واندرويد 11 والتواصل ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. عندك بعد كده بقى تاني رقمين قلب اخوك هيكونوا 88. تمام. بس يا اسطى زي ما انت شايف كده. عندك بقى اصبر اسمع بقى الفيديو شوف فيه رقمين تاني. تمام. عندك بعد كده الاعدادات زي ما انت شايف. عندك الافاتار. انت ممكن تفعل الافاتار. طبعا احنا شرحنا الحاجات دي كلها، يعتبر شرحنا كل حاجة. لو جينا بس هنا هوريك بس ازاي نضيف رقم تاني. ده شكل الواجهة من بره اهو، عشان الناس اللي كانت بتسأل. هتحط رقمك وهتسجل يا باشا على طول. يا اسطى معاك. وبس كده يا قلب اخوك كده نكون خلصنا الفيديو. متنساش اللايك والاشتراك بتاعك. واسطى احنا بنتعب جامد على الفيديوهات دي، فاللايك والاشتراك بتاعك ده بيفرق. متنساش قدام قناة التليجرام وكمان على الانستجرام لان بنزل هناك حاجات طرش. وبس كده يا قلب اخوك. لو انت متعرفش تحمل هتلاقي طريقة التحميل في الوصف ازاي، تعالى اوريك.
لو دخلنا على اي فيديو دلوقتي، شغل بس النت. لو دخلنا على اي فيديو بالشكل ده مثلا، تبدأ ان انت ياباشا تعمل اللايك بتاعك وتنزل تعمل كومنت وتعمل مشاركة لأي حد انت بتحبه يا باشا او عاوز نسخة. تمام، وتكتب كومنت كده زيك، بعد كده تنزل على الوصف، هتلاقي لينك التحميل بالشكل ده. هتلاقي الأول عندك لينك الانستجرام ولينك الواتساب ولينك التليجرام ولينك السكتشور وكده. عندك بقى رابط التحميل يا غالي، وعندك طريقة التحميل لو مش عارف تحمل. تمام، اي طريقة التحميل لو مش عارف تحمل هتدوس على دي بس كده اهو، هتلاقيه بيخش معاك. وعندك هنا وعندك هنا رابط التحميل اهو، هتدوس عليه هتلاقيه دخل معاك. لو دوست على طريقة التحميل كده هتلاقيه دخلك على الفيديو بتاع طريقة التحميل. بس كده مش مستاهلة. بس كده قلب اخوك اخرك كمان في الباسورد هيكونوا 00. تعالى اكتبهولك كمان بالمرة. استنى بس اخش جوه. زي ما انت شايف كده 00. وبس كده قلب اخوك. مع السلامة.